يا صباح الجمال على احلى اخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. فعلا هو صباح الرضا وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة وصباح الشقة كمان. فعلا كان يوم متعب جدا جدا، هو يوم السوق ده ببقى تعبانة فيه قوي. نزلت السوق امبارح. جبت حبة حاجات كده كنت محتاجاها، فلقيت قدام البسلة فرحت جايبة 4 كيلو كده، فقلت يلا بالمرة اخزنها وكده. هنا تعالوا بقى اوريكم انا بخزن البسلة ازاي. اللهم صل على النبي. انا معايا هنا فصصتها طبعا كلها، وجبت حله على النار حطيت فيها ميه تغلي، ونزلت بمعلقه سكر واحده، وهنزل بمعلقه خل كمان. تمام. انا ما حبيتش اطول عليكم في الفيديو واقول لكم تعالوا نفصص مع بعض وتعالوا نقطع جزر مع بعض، لا انا اختصرت لكم بالمفيد كده بسرعه، وقلت يلا بالمره كده، وانا بعملها اصورها لكم. هنزل بقى هفضل اقلب في الميه دي، هدوب السكر مع الخل، وبعد كده هجيب مصفى. مش هدلق في الحل على طول، لا عشان ما تستصعبش عليا يعني، وانا بطلعها هدلق حبه حبه في المصفى، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى نزلت البسله وهتغلي، بصوا بقى هتاخد غلوتين كده على النار. السكر والخل بيحافظ على الخضار بتاعها، زي بتاع الشركات بالظبط، زي ما احنا بنروح نشتريها من بره، بتلاقوا شكلها اخضر كده وحلو، وهي دي الماده الحافظه بتاعت البسله، السكر والخل. بصوا انا هستناها هتغلي كده غلوتين، وبعد كده هطفي النار عليها وهنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا انا بقرب لكم الكاميرا كده منها، بصوا شكلها اخضر اخضر خالص ازاي. هنا بقى تعالوا، اول ما طلعت البسله خلاص هنزل بميه من الحنفيه على طول على البسله، مش ميه ساقعه، عشان في ناس طبعا لو انت عايزه تحطي ميه ساقعه حطي عادي دي براحتك، بس انا بخزنها كده على طول. بفتح عليها الحنفية، طبعا احنا في الشتاء عارفين طبعا كلنا، بفتح عليها الحنفية وبفضل بالمعلقة كده او الاسباتيولا، وافضل افرط فيها لحد ما البخار ده بتاعها يطلع. وخلاص هنا قطعت الجزر مش بسلقه، بقطعه بس وادربه كده عليها، وكان هو عبيتها في الاكياس وبحطها في البسله. يلا لو عجبك الفيديو حطيلي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو انا بنزله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.